السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة بريب 1 أهلا بيكم. رجعنا مرة تانية مع الابليكيشنز اون ريشيو اند بروبورشن. النهارده هناخد البارت نمبر 3 في الابليكيشنز اللي هو ابليكيشنز اون برسنتج، يعني ازاي نستعمل البرسنتج عشان نعمل ابليكيشن على البروبورشن. اولا لازم تكون فاكر معايا يعني ايه برسنتج. لما اخدنا في سنة 6 تعريف البرسنتج كنا مثلا بنكتب ريشيو زي دي. لما اقول لك 5 to 100 دي كانت اسمها ريشيو عاديه. طيب السكند ترم بتاعها كام؟ 100. يبقى كنا ممكن نسمي الريشيو دي اسم تاني غير الريشيو العاديه. طالما السكند ترم بقى نمبر ثابت اسمه 100 يبقى ممكن نسميها برسنتج. وكان ليها طريقه في الكتابه ان انا بخلي ال5 من فوق وال100 من تحت، او كنت ممكن اكتب ال5 وعلامه البرسنت بالشكل ده. يبقى ايه هي تعريف البرسنتج تاني؟ البرسنتج is a ratio its second term is 100. طيب هل الريشيو دي مثلا 3 to 8 هل الريشيو دي تعتبر برسنتج؟ لا يا مستر، طالما السكند ترم ما حققش الشرط بتاعي ان هو يكون 100 يبقى دي ريشيو بس. طب ازاي نخليها برسنتج؟ كنا بنكتب في سنة 6 ال3 من فوق وال8 من تحت وبنعمل باي 100 وبنكتب على الكالكوليتور 3 اوفر 1 او اوفر 8 باي 100 وكنا بنحسب الكالكوليتور كانت بتطلع معايا 37.5%. طيب لو جاب لي ديسيمال نمبر زي مثلا 0.51 وعايز اخليها برسنتج، يبقى احنا اخدنا ازاي نحول الفراكشن او الريشيو العاديه نحولها للبرسنتج، وبناخد دلوقتي ازاي نحول الديسيمال الى برسنتج. كنا برضو بنعمل باي 100 او ممكن نحرك البوينت لبره مرتين، نحرك البوينت لبره مرتين. يبقى البوينت هتكون بعد ال1، بس بعد ال1 او بعد النمبر كله ملهاش اي لازمه، فبنكتب على طول علامه البرسنت. يبقى 0.51 باي 100 equal 51%. تمام يا ولاد؟ كده خدنا ازاي نحول الريشيو العاديه الى برسنتج وازاي نحول الديسيمال الى بيرسنت. تمام؟ ندخل بقى في موضوع درس النهارده اللي هو ايه الابلكيشنز على البرسنتج. مسائلنا ان شاء الله هتبقى عباره عن نوعين. نوع هيبقى فيه ديسكاونت او لوس، ونوع تاني هيبقى فيه بروفيت تاكس انترست. اي حاجه من دول لها طريقه في الحل، واي حاجه من الاولانيين برضو لها طريقه تانيه. اقول كمان مره، مسائل الديسكاونت او اللوس لها طريقه، ومسائل البروفيت والتاكس والانترست ليها طريقه تانيه. نشوف مع بعض اول اكسرسايزز على الابلكيشنز بتاعت البرسنت. بتقول if the price of address is 340 باوند، يبقى الفلوس بتاعت الادرس بتاعنا او الادرس 340 باوند during a sale in a discount. يبقى هنا المساله بتاعتي ظهرت قدام مني ان هي من النوع الاولاني اللي احنا قلنا عليه discount او لوس. بنحدد الكلمات المهمه في حل المساله. ريت 35%، خد بالك، يبقى النمبر الاولاني اللي مكتوب عندي بتاع البرسنت هو 35%. was applied. what is the new selling price؟ انت عايز ايه من المساله؟ عايز البرايس افتر ديسكاونت. يبقى فيه ديسكاونت وفيه برايس بيفور ديسكاونت وفيه برايس افتر ديسكاونت. هننظم الحل بتاعنا بالشكل ده. الكلمة الرئيسية في الحل هي كلمة ديسكاونت، بنكتبها في نص السطر. ديسكاونت. السعر قبل الديسكاونت برايس بيفور ديسكاونت هنكتب بيفور. البرايس افتر ديسكاونت هنكتبه في الاخر. يبقى السطر الاولاني ده كله سطر الكلام فيه ديسكاونت في النص، وفيه البرايس بيفور ديسكاونت، وفيه البرايس افتر ديسكاونت. تمام معايا كده؟ تمام. نيجي تحت البي 4 ديسكاونت اللي هو المين برايس 100%. دايما يا مستر النمبر ده بيتكتب تحت البيفور؟ دايما بيتكتب تحت البيفور في السطر الجديد.
تمام. طب الريشيو اوف ديسكاونت او الريت اوف ديسكاونت قد ايه؟ 35%. بنكتبها تحت الديسكاونت. يبقى الحاجه قبل الديسكاونت كان الريشيو بتاعتها او الريت بتاعها قد ايه؟ 100%. عملنا ديسكاونت عليها قد ايه؟ 35%. طيب بعد الديسكاونت حاجه كانت ب 100 حصل لها ديسكاونت تخفيض بقت بكام؟ يبقى هتنقص ولا هتزيد؟ لا يا مستر ديسكاونت ده هننقص، يبقى هنعمل ماينس ما بين ال 35 وال 100 هيتبقى عندي 65%. تمام؟ وبعدين خلصنا كده السطر الثاني اللي هو سطر البرسنت. كمان مره في سطرين في الحل، سطر الكلام، سطر البرسنت، السطر الثالث والاخير سطر الفلوس. الفلوس بتاعتنا ال 340 دي مكانها فين؟ هو ده سعر ايه اصلا؟ سعر الحاجه قبل ما يحصل لها تخفيض. مين قال الكلام ده؟ لانه في النهايه كان طالب ايه؟ برايس نيو بيرسنت. يبقى اللي عنده علامه الاستفهام البرايس افتر ديسكاونت. يبقى اكيد النمبر اللي عندي ده هو السعر بيفور ديسكاونت. يبقى هنكتب ال 340 اندر 100%. تمام؟ وهو عايز مننا مين؟ البرسنت او الديسكاونت افتر او البرايس افتر ديسكاونت. كام؟ يا مستر احنا عايزين نغير الشكل ده ونخليه بروبورشن، والا يبقى الدرس ده ملوش علاقه بالبروبورشن. احنا عنواننا كان اساسي كان ايه؟ ابلكيشن اون بروبورشن. يبقى لازم نحول الشكل اللي عندي ده الى مساله بروبورشن. ايه هو البروبورشن؟ هو equality of two ratios or more. تعال نشوف مع بعض. ادي الرقمين الاثنين دول مع بعضيهم، تمام؟ نحط ما بينهم شرطه، وانا محتاج علامه الاستفهام الاخيره دي يبقى نكتب شرطه ما بينها وبين اللي فوق. التو ريشيوز هيبقوا كالاتي. اول حاجه ال 100 و 340، 100 اوفر 340 هنا برسنت ايكوالز ال 65% اوفر اكس اللي هي الكويشن مارك دي. عايزين الاكس زي ما اخدنا قبل كده، بنكتب الاكس ايكوال شرطه كبيره. مين اللي قصادها من الناحيه الثانيه؟ ال 100 بنكتبها من تحت، ومش لازم نكتب علامه البرسنت لان هنا في علامه برسنت وهنا في علامه برسنت. ممكن ما نكتبهمش هما الاثنين مع بعض. 100 وبقيه النمبرز اللي هي 340 باي 65%، وبنستخدم الكالكوليتور بتاعي. هنعمل 340 باي 65 over 100. الريزلت 21 او 221 باوند، وده البرايس افتر ديسكاونت. تمام؟ طيب يا مستر ممكن نلخص كل اللي انا عملته ده في حاجه واحده صغيره خالص. اول خطوه، لو جات لك المساله وانت مش فاكر التنظيمه دي ممكن تعمل ايه على طول؟ اذا كانت المساله بتاعتك ديسكاونت او لوس، اكتب 100 ماينس النمبر بتاع البرسنت بتاع الديسكاونت او اللوس. يبقى 100% ماينس 35% ايكوال 65%. تمام؟ تمام. الخطوه الثانيه هنكتب النمبر بتاع الادرس او الحاجه اللي احنا بنشتريها بيفور ديسكاونت. تمام؟ ونعمل باي الريشيو اللي طلعت عندي او البرسنتج اللي هي 65%، وبنكتب ايكوال. بنستعمل الكالكوليتور بتاعتي 340 باي 65، وبندوس على المفتاح الاولاني شيفت، وفي براكت مقفول كده في الكالكوليتور بندوس على المفتاحين الاثنين شيفت الاول وبعلامه البراكت المقفوله فيظهر لي علامه البرسنت. نعمل الاثنين دول باي بعض على طول يدينا 221 باوند. كمان مره هنعمل ايه علشان نجيب البرايس افتر ديسكاونت بسهوله؟ هنعمل 100 دايما ماينس الرقم بتاع الديسكاونت، وبعدين ناخد النمبر بتاع الماني اللي هو البرايس بيفور ديسكاونت
ونعمله باي 65% اللي هو الماينس بتاع الاثنين. يبقى عملت ماينس وعملت باي. تاني ملخص المساله دي، يا اما نعملها بطريقه الثلاث سطور، سطر الكلام، سطر البرسنت، سطر الماني، يا اما بنعملها مباشره ان احنا بنعمل ماينس وباي، ماينس وباي. ده الكلام ده لو هو مديني ديسكاونت ومديني البرايس بيفور ديسكاونت وعايز الافتر ديسكاونت. طب لو عكس وجاب لي البرايس افتر ديسكاونت، تعال نشوف مع بعض مساله ثانيه. if a TV price after deduction، خد بالك من الكلمه دي، هي نفسها كلمه ديسكاونت. تمام؟ ديوس بيقلل، ديدكشن اللي هو بيقلل او اللي جاي من الايه؟ تخفيض يعني. If a TV price after discount rate is 16% is 12,600. تمام. يبقى البرايس اللي قدام منك ده، الماني اللي قدامك دي، الفلوس دي فلوس افتر ولا بيفور ديسكاونت؟ اقرا كويس تاني من الاول. افتر. يبقى الماني دي بتاعت الماني بتاعتك دي بتاعت التي في افتر ديسكاونت، يبقى دي كده ايه؟ افتر. تمام؟ What is the TV price before deduction؟ هننظم مسألتي وهحلها لك بالطريقتين، الطريقة الأولانية 3 سطور والطريقة الثانية اللي هي السريعة. يبقى في طريقة ثانية بسيطة وفي طريقة أولانية اللي هي المفصلة أكتر. أشرح لك دي وأشرح لك دي. هو المسألة مسألة ديدكشن أو ديسكاونت، هنكتب كلمة ديسكاونت في النص، وهنا بيفور زي ما اتفقنا، وهنا أفتر. تمام؟ الناس مصحصحة معايا، تمام، برافو. بيفور هنكتب دايما 100%، والريشيو بتاعت الديسكاونت 16%، وعشان هو ديسكاونت او تخفيض فهنعمل ماينس ما بين التو نمبرز دولت، يدينا 84%. 100 ماينس 16 ايكوال 84. الفلوس اللي موجوده قدام مني احنا خلاص حددنا هدفنا، مكانها هيبقى فين في السطر الثالث؟ مكانها هيكون برافو في السيرد اللي هو افتر ديسكاونت، نكتب 12,600، وبيكون هنا البيفور ديسكاونت اللي هو البرايس بتاعي. هناخد دول مع بعض وهناخد دول مع بعض، وهنكتب مكان علامه الاستفهام دي اكس، وبنقول ايكوال الشرطه الكبيره، مالناش دعوه باللي في النص خلاص. احنا اهم حاجه عندي يكون 2 ريشيو، ادي ريشيو وادي ريشيو، وانا عايز الريشيو الاولانيه تكون كامله، فهنبدا بيها. هنحط علامه الاكس مكان الاستفهام دي وهنشتغل عادي. من اللي عكسها في الريشيو الثانيه 84% هتكون تحت، والتو نمبرز اللي باقيين ال 100 وال 12,600 هيكون من فوق، يبقى 12,600 باي 100%. ممكن نشيل برسنت مع برسنت حتى واحنا بنكتب الكالكوليتور، مش لازم ان احنا نستعمل علامه البرسنت، طالما في برسنت مرتين فممكن نحذفهم مع بعض وبنكتب على طول 12,600 باي 100 اوفر 84. الريزلت بتاعي 15,000 باوند، وده معقول طبعا ان يكون البرايس بيفور ديسكاونت اكبر. ادي البرايس بيفور ديسكاونت اهو، بيكون اكبر من البرايس افتر ديسكاونت لان حصل تخفيض، والا ما كنتش رحت المكان ده واشتريت منه طالما ما فيهوش ديسكاونت. يبقى برضو خلي بالك من الحته دي، دايما البرايس افتر ديسكاونت بيكون اكتر بيكون اقل من البرايس بيفور ديسكاونت. الطريقه الثانيه في الحل، وشوف الايسر بالنسبه لك اشتغل بيها. هعمل ماينس ال 100% ماينس ال 16% ايكوالز 84%. يبقى الخطوه الاولى خطوه الماينس. تفتكر في المساله اللي فاتت كنا بنعمل بعد الماينس على طول كنا بنعمل ايه؟ برافو، كنا بنعمل باي. المره دي علشان السعر اللي مطلوب بيفور ديسكاونت هعمل ديفايدد، هكتب النمبر بتاع الفلوس اللي هو 12,600
4600 ديفايد النمبر اللي طلع عندي من الماينس اللي هو 84%. بالكالكوليتور هنكتب 12600 ديفايد 84%. تمام، يطلع الانسر بتاعي 15 وجنبها 3 zeros 15,000 باوند. نفس الانسر هو بس الطريقه اسرع شويه. يبقى لو كان طالب مني البرايس بيفور ديسكاونت بنعمل ماينس وديفايدد ماينس وديفايدد. المساله اللي فاتت كان طالب مني البرايس افتر ديسكاونت فكنا بنعمل ماينس وباي. المساله الجديده بيقول لي اميل كوستس 150 باوند، دي فلوس، and 18% ده الريشيو، يا اما ديسكاونت او لوس يا اما هيكون بروفيت تاكس انترست. and 18% of the cost is added يبقى ده بلس يا اما بروفيت يا اما انترست. ذا ميلز بروفيت، هو جايب لك حتى كلمه بروفيت. تمام. وات از ذا ميلز سيل برايس، عايز الميل سيل برايس الاساسيه. تمام، نعمل ايه؟ هنحل المساله بطريقتين والسهله بالنسبه لك اشتغل بيها. المساله مساله بروفيت، بنكتب كلمه بروفيت في النص وقبلها بيفور وبعدها افتر، وعلى طول حفظنا يا مستر 100% عند اول كلمه. الديسكاونت بتاعي 18 او سوري البروفيت بتاعي 18%. اتفقنا في البروفيت هنعمل بلس 18% بلس 100%، 118%. تمام، ده كده سطر البرسنت. السطر الثالث بيكون الماني بتاعي اميل كوستس 150 باوند، يبقى البرايس ده هو البرايس بتاع الحاجه قبل ما يحصل لها بروفيت ولا بعد ما حصل لها بروفيت. نقرا تاني، اميل كوستس 150 ده قبل الاضافه، ده السعر الاساسي بتاعها، يبقى بنحطها فين؟ تحت البيفور. هو عايز البرايس بتاع الميل او ذا نيو برايس، يعني السعر الجديد بتاع الميل هيكون ما بعد البروفيت بتاعي. الاثنين دول مع بعض بيكونوا ريشيو، والاثنين دول مع بعض بيكونوا ريشيو، هم كلهم مع بعض الريشيو الاولى والريشيو الثانيه بيكونوا برسنتج، انا اسف بيكونوا بروبورشن. هنعمل الاكس بتاعتنا اللي هي مكان الكويستشن مارك، ادي شرطه الطاوله بتاعتنا. مين اللي عكس الاكس في الريشيو الاولى؟ 100%. مين التو نمبرز التانيين؟ 150 او 118% باي 150. ونستخدم الكالكوليتور 118 باي 150 ديفايد 177 باوند. تمام؟ يبقى احنا عملنا ايه؟ كتبنا سطر الكلام، كتبنا سطر البرسنتج، كتبنا سطر الماني او الفلوس بتاعه الحاجات. ليه حطينا ال 150 بيفور؟ علشان هو قال ذا ميل كوستس، التكلفه الاساسيه بتاعتها بتكون قبل ما يحصل عليها الربح بتاعها. بنكتبها في الاول. طب انت عايز مني مين؟ عايز مننا البرايس بتاع الميل افتر بروفيت، يبقى الاخيره خالص بنعمل الاكس بتاعتنا وبنشتغل. في طريقه ثانيه يا مستر بالنسبه للبروفيت؟ برضه زي ما كان في طريقتين في الديسكاونت واللوس، برضه عندنا طريقتين في البروفيت. الطريقه بتاعت الديسكاونت او اللوس كنا بنعمل الاول حاجه يا اما ماينس وباي يا اما ماينس وديفايد. برضه في البروفيت يا اما هنعمل ماينس يا اما نعمل بلس باي يا اما هنعمل بلس وديفايد. لو هو طالب السعر بتاعي افتر يبقى هنعمل بلس وباي. لو هو طالب البرايس بتاعي بيفور يبقى هنعمل بلس برضه بس هنعمل ديفايدد. المساله بتاعتي هنعمل بلس ال 100% دايما بلس ال 18% equals 118%. تمام؟ تمام. هناخد النمبر بتاع الماني اللي هو 150 وهنعمل له باي مش ديفايدد عشان هو عايز الحاجه بعد
يبقى نعمل باي 118%، 150 بالكالكوليتور باي 118%، 177 باوند. نفس الانسر هو بس اختلاف الطريقتين. انا شايف ان دي اسهل بالنسبه لك ان احنا نعمل بلس الاول وبعد كده الباي وتبقى سهله ونخلص على طول. تمام؟ مساله بعد كده. If a car tire costs 3,200 pound. ده فلوس money. How much is it after adding a 10% tax؟ دي الكلمة الثالثة اهي كلمة tax، يبقى profit tax interest. أي حاجة من الثلاثة دول معناها بلس على طول. في مسائل ابلكيشن على البرسنتج البروفيت تاكسز انترست، الثلاث كلمات دول لو جم في الستوري بتاعتك يبقى لازم تعمل بلس. تمام؟ هنحلها بالطريقه الطويله شويه بس مفصله، وبعد كده نحلها بالطريقه السريعه. المساله مساله ايه؟ تاكس، يبقى بنكتب تاكس في النص، تاكس اللي هي الضريبه يعني، وبنكتب بيفور وبنكتب افتر. دايما ثابته عندي الكلمه الاساسيه الموجوده بنحطها في النص سواء كانت تاكس او بروفيت او انترست، وقبلها بنكتب بي وبعدها بنكتب ايه، وبنبدا نكتب 100% تحت مين؟ تحت البيفور، والريشيو بتاعتك 10% او البرسنت ريت 10%، واحنا قلنا التاكس هنضيف 100 بلس 10 يبقى 110%. A car tire costs دي التكلفة الأساسية، حتى هو قال لك إيه؟ How much it is after، يبقى هو عايز الأفتر، يبقى النمبر اللي عندي ده هو نمبر البيفور. نعمل الريشيو بتاعتنا هنا والريشيو بتاعتنا هناك. مطلوب منا نجيب الأفتر، يبقى هنعمل x equals، نكتب النمبر اللي عكس علامة الاستفهام من هنا اللي هو 100%. التو نمبرز التانيين ده وده اللي هو 3200 باي 110%. كالكوليتور 3200 باي 110 ديفايد 100 3520 باوند. تمام، نحلها بالطريقه السريعه. ده تاكس يبقى هنعمل بلس، دايما بنبدا بال 100% سواء كان ديسكاونت او لوس او انترست او تاكس او بروفيت، اي حاجه من الخمس كلمات دول نبدا برضو بال 100%. اتفقنا عشان هي تاكس يبقى هنعمل بلس 10%. صح معايا، برافو، 110%. خلاص احنا عملنا البلاس بتاعتنا، فاضل نعمل يا اما ديفايدد يا اما باي. هنفكر مع بعض كده، احنا محتاجين مين؟ محتاجين الافتر، يبقى نعمل ايه؟ باي. تمام، يبقى نكتب ال 110% الاول، او زي ما احنا متعودين نكتب الكوستس الاول، مفيش اي مشكله خالص. نكتب الفلوس الاول 3200 باي 110%. كالكوليتور 3200 باي 110. تمام، يبقى 3520 باوند. يبقى احنا عملنا بلس وبعد كده باي. دايما بلس وبعد كده باي لما يكون طالب مننا الافتر ديسك، الافتر بروفيت او الافتر تاكس او الافتر انترست. تمام؟ اي طريقه سهله اشتغل بيها، لو لقيت دي سهله بالنسبه لك اشتغل بيها، ما عنديش مشكله. المساله نمبر 5 بيقول لي وات از ذا نيو برايس. نيو برايس يبقى ده كده افتر، وهو عايزه لانه جاي بعد علامه الاستفهام، يبقى هو عايز الافتر. of a bag sugar if it is original price is 25 pound. البرايس before
هو قال لي هنا البرسنتج اوف انكريس زياده، والزياده دي حاجه من ثلاثه زي ما قلنا، يا بروفيت يا انترست يا تاكس. هو قال لي انكريس، هنستعمل الكلمه الجديده اللي هي برضو معناها اي حاجه من الثلاثه. هنكتب كلمه انكريس، وهنا بيفور وهنا افتر. تمام. دايما بنكتب 100% تحت البيفور، والانكريس بتاعنا كام برسنت؟ 20. وعشان هي انكريس يبقى هنعمل بلس، الاثنين مع بعض بلس يبقى 120%. هو عايز الافتر، يبقى نبدا ونسبق ونحط كويشن مارك تحت مين؟ الافتر. الاوريجينال برايس يبقى اللي هو بيفور انكريسنج 25 باوند. الريشيو بتاعتنا اهيت، والريشيو الثانيه اهي. هو عايز الافتر يبقى اكس اللي هي علامه الاستفهام ايكوال الخط الكبير بتاعنا، وبنكتب الرقم اللي عكسها اللي هو 100 تحت، والرقمين من فوق اللي هو 25 باي 120%. تمام. ونحسب الكالكوليتور 25 باي 120 over 100 equal 30 باوند. الطريقه السريعه ان انا هعمل بلس، وليه بلس؟ عشان انكريس اللي موجوده في المساله 100 دايما برسنت، وادي البرسنت الثانيه 20، وادي التوتال بتاعي 120. هو عايز الافتر، يبقى هنعمل باي، نكتب الرقم الفلوس بتاعتي اللي هي بيفور، وبنكتب ال 120 اللي هي البرسنت بتاعتي، ونعمل الاثنين باي 25 باي 120% equal 30 باوند. الاثنين زي بعض. مسألة الأخيرة في الدرس جايبها لها على شكل تشوز، ودي طبعا وارد تيجي في الامتحان، تبقى فكرتها سريعة. If an item price was reduced يعني حصل لها تخفيض، يعني discount from 1500 to 1200. ايه يا مستر ده جايب لي الرقمين بتوع فلوس المرة دي، ده فيها فكرة جديدة دي. تمام. واحدة واحدة. What is the deduction rate؟ عايز البرسنت المرة دي. كل المسائل اللي فاتت كان يجيب لي البرسنت، وانا اجيب يا اما البرايس افتر يا اما البرايس بيفور. لكن المساله دي بقى هو جايب لك الماني او البرايس بيفور وافتر، وعايز البرسنتج ريت. سريعا كده، اول حاجه هنعمل التو نمبرز ماينس. دايما لو جاب لك رقمين فلوس وفلوس اعملهم ماينس. هنبدا بالكبير 1500 ماينس 1200. خلاص طلعت الريزلت بتاعك، اطمنت خلاص ان انت جبت 300. ما تستعجلش، لسه في خطوه ثانيه. هو عايز الديدكشن او عايز الريديوزد ولا عايز الريديوزد ريت؟ عايز الريديوزد ريت او ديدكشن ريت. يبقى عايز نحول او نشوف الرقم ده بالنسبه للرقم الاساسي قبل الريديوزد كان كام برسنت. هنعمل حركه صغيره خالص، هكتب 300 من فوق اللي هو الرقم بتاع الماينس، والرقم الاساسي بتاع الحاجه قبل الريديوسد او قبل الديدكشن اللي هو 1500. بعد ما حطيتهم على شكل ريشيو عايز احولهم لبرسنت بقى خلاص، لان هو عايزها الديدكشن ولا ديدكشن ريت؟ عايزها ريت. يبقى عايز نغير الريشيو بتاعتك دي نخليها برسنت. كنا بنعملها باي كام؟ باي 100%. تمام. يبقى 300 over 1500 by 100% equals 20%. تمام. تاني المسألة بتاعتي جايب لي رقمين الاثنين فيهم فلوس، وبيقول لي احسب الديدكشن ريت، يعني التخفيض ده كان كام برسنت بالظبط. هنعمل ماينس عشان اجيب الفلوس بتاعت التخفيض الاول، وبعد كده عايز اشوف الريشيو بتاعت الفلوس اللي طلعت دي اللي هي بتاعت الديسكاونت بالنسبه للاوريجينال برايس اللي هو ال 1500 في مسالتنا، ونعملهم مع بعض باي 100% عشان نغيرهم الى برسنت. فين ال 20%؟ موجوده في لتر سي. تمام. يبقى بنحل الاول وبعد كده بنختار.
نمبر 2 في التشوز if the price of a car increases ده زي مسألة البروفيت وزي مسألة الديسكاونت مسألة البروفيت ومسألة التاكس ومسألة الانترست، وجاب لي برضه رقمين فيهم فلوس. تمام، وعايز مننا الريت اوف انكريس، عايز الريت اوف ايه؟ انكريس. يبقى المسألة الأولانية كانت الريت اوف ديدكشن، والمسألة الثانية عايز الريت اوف انكريس. كده او كده لازم اعمل الاول ماينس عشان اشوف النمبر بتاع الانكريسنج كان قد ايه. كان الاول 240,000 باوند بقى 3,000 باوند، يبقى هنعمل النمبر الكبير اللي هو 300,000 ماينس النمبر الصغير اللي هو 240,000 بالكالكوليتور، الاثنين ماينس بعض يدينا 60,000. ادي النمبر بتاع الانكريسنج، يبقى سعر الحاجه دي زاد بقد ايه فلوس؟ 60,000. هو مش عايز النمبر بتاع الانكريسنج بس، هو عايز البرسنتج بتاعتها. يبقى هنكتب ال 60,000 من فوق، والرقم الاساسي قبل الانكريسنج كان كام؟ اللي هو الاوريجينال كان 240,000. يبقى هنا النمبر الاساسي مش الكبير، النمبر الاساسي هو الصغير قبل الانكريسنج. يبقى 600 او 60,000 ديفايد او اوفر 240 باي 100 ايكوالز 25%. يبقى الانكريسنج ريت قد ايه؟ 25%. وكده يبقى خلصنا التشوز بتاع الدرس الرابع في او الدرس الخامس في منهجنا. اتمنى تكون فهمت معايا، وان شاء الله هيبقى في حصه لوحدها او فيديو لوحده في حل الاكسرسايز كلها بتاعت اي كتاب خارجي هتشتغل منه ان شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم مستر ممدوح مستر ميس.